واحد من افضل المهاجمين اللي جوهم في تاريخ مصر. زيدان كان بيجمع بين المهارة والسرعة والفينش الرائع سواء برجله او براسه. اضرب زيدان اضرب زيدان اضرب زيدان اضرب زيدان ولا اضرب على الطاولة. ريكاردو كاكا للسلساو ومصر والعرب عندهم زيدان. دايما في المباريات الكبيرة هتلاقيه بيسجل او بيصنع اهداف. والصاغو زيدان والصاغو زيدان والصاغو زيدان هي خطيرة والصاغو صعبة وامكانية وجول بوتريكا جول بوتريكا 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 ريح لك على ريكا. زيدان 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 خلص الله يا سيسو الله يا سيسو. طيب هو محمد زيدان كموهبة افضل من محمد صلاح؟ طب انت تعرف ارقام زيدان مع الاندية اللي لعب فيها اساسا؟ النهاردة هنتكلم عن لاعب ليفاندوسكي كان قاعد له دكة. تعال نشوف كل الكلام ده جوه الفيديو، فيلا بينا. محمد زيدان من افضل المهاجمين اللي جوهم في تاريخ الكرة المصرية، وكان كواليتي مختلف خالص عن كل المهاجمين اللي كانوا في عصره. يعني كان مختلف عن عماد متعب اللي كان بيلعب مهاجم صريح، مهاجم سفاح براسه وذكي جوه المنطقة. كمان مختلف عن عمرو زكي اللي كان عنده قوة بدنية وجسمانية ورأس ذهبية، وكان وقتها مهاجم قوي. طب ليه زيدان كان كواليتي مختلف عنهم؟ زيدان في تشكيلة المعلم حسن شحاتة كان هو الورقة المتحركة في الملعب. كمان كان لاعب تكتيكيا عالي قوي، ولو عاوز تلعبه مهاجم مش هيقولك لا، ولو هتلعبه على اي وينج من الوينجات شغال معاك مش هيقول لا، وكان بيعمل اداء اسطوري. هتلعبه بقى مهاجم تاني وهي دي حتته هيكسر معاك الدنيا. ليه بقى؟ وليه اساسا حسن شحاتة كان على طول بيلعبه مهاجم تاني؟ زيدان كان بيتحرك بين الخطوط بشكل ممتاز قوي، وده بفضل سرعته وذكائه كمهاجم. كمان كان بيقدر يعمل الوان تو مع اي لاعب وفجأة تلاقيه انفراد بالجون، وده كان بسبب ان المدافعين مركزين مع المهاجم اللي بيلعب جنب زيدان سواء متعب او عمرو زكي في الوقت ده، فزيدان دايما كان بيجي من تحت بيشكل خطورة كبيرة. طيب تعالى كده نشوف ارقام زيدان مع منتخب مصر والفرق اللي لعب فيها. بس حابب اعرفك ان كل يوم سبت وثلاث وخميس هينزل حلقات عن اسطورة جديدة، سواء اسطورة مصرية او اسطورة بتلعب في النادي الاهلي او حتى لاعب عادي كان بيلعب في النادي الاهلي هفكرك بيه. فياريت بقى تعمل لايك للفيديو على السريع كده قبل ما تنسى، ويلا بينا نخش في الفيديو. محمد زيدان بداياته كانت في الدنمارك والمانيا، وكان طالع بسرعة الصاروخ وقتها مع فريق بريمان الالماني وفريق ميتيلاند الدنماركي. وفي اول مواسمه اللي هو موسم 2005 محمد زيدان لعب 13 مباراة في الموسم ده، سجل 5 اهداف وما صنعش اي هدف. وفي تاني موسم ليه برضه بيعمل اداء كبير قوي، بيشارك في 30 مباراة بيسجل فيهم 10 اهداف وبيصنع 3، يعني ساهم ب 13 هدف. وفي الموسم اللي بعده بينفجر اكتر وبيلعب 23 مباراة بيسجل 15 هدف ويصنع هدف، يعني بيساهم ب 16 هدف. ووقتها مصر كلها اتكلمت عنه وقالت ان هو ده مستقبل منتخب مصر في مركز الهجوم، ولاعب اسطوري طبعا. ووقتها كان الاحتراف عندنا في مصر قليل شوية، يعني كان صعب قوي تلاقي لاعب محترف بره. فقرر بقى حسن شحاتة ان هو يضمه للمنتخب، واستمر محمد زيدان في التطور ولعب في 5 أندية أوروبية، كان من بينهم نادي بروسيا دورتموند تحت ايد المدرب طبعا يورجن كلوب، واللي لعب معاهم 87 مباراة، سجل 23 هدف وصنع 14، يعني ساهم معاهم ب 37 هدف خلال 87 مباراة. ووقتها ده كان رقم كبير فعلا، وكان صعب على اي لاعب مصري انه يلعب في نادي بحجم بروسيا دورتموند وكمان يساهم معاهم ب 37 هدف، كانت حاجة اسطورية كده. كمان لعب في نادي هامبورج الالماني ولعب معاهم 33 مباراة، سجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف. ومع نادي بريمان الالماني لعب معاهم 18 مباراة، سجل 4 اهداف وما صنعش اي هدف. اما بقى من اهم الانديه فعلا اللي لعب معاهم وهو نادي ماينز الالماني، ولعب معاهم 57 مباراه، سجل 30 هدف وصنع 6 اهداف، يعني ساهم معاهم ب 36 هدف. ووقتها محمد زيدان كان بيعمل عظمه حرفيا. زيدان مش بس عمل ارقام مع الفرق والمنتخب المصري، لا ده كمان خد جوائز فرديه وجماعيه مهمه، زي انه خد الدوري الالماني مع فريق بروسيا دورتموند مرتين، وكمان خد كاس المانيا مع فريق بروسيا
بروسيا دورتموند. ومع فريق بريمان خد كأس الدوري الألماني، ودي بطولة كانت بتتعمل في ألمانيا بين أول 4 فرق هناك في الدوري. وكمان خد على مستوى المنتخب بطولتين كأس أفريقيا طبعا، أول بطولة كانت 2008 والبطولة التانية في 2010. وعلى مستوى الألقاب الفردية خد لاعب الموسم في فريق ميتيلاند مرتين، وأفضل هداف في موسم 2003-2004. زيدان مش بس كان متألق مع الأندية، ده كان نجم مصر الأول وقتها مع محمد أبو تريكة، ولعب مع مصر 40 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 8. طيب هو محمد زيدان أفضل من صلاح؟ زيدان من ناحية المهارة والفينش والسرعة كان عالمي، نفس الأمر برضو محمد صلاح، الفينش بتاعه وسرعته حاجة خيالية. أما مهارة محمد صلاح فزيدان كان أفضل منه في الحتة دي، بس من حيث العقلية فصلاح محدش يتفوق عليه في الحتة دي خالص، بالرغم من إن محمد زيدان كانت العقلية بتاعته احترافية برضو، مش لاعب كان عادي. وأنا بشوف إن محمد زيدان من ضمن أفضل 3 لعيبة مصرية احترفت في أوروبا. ودي كانت حلقة بسيطة كده عن واحد من أهم الأساطير اللي جم في تاريخ مصر. فيا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتوحد الله. أشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.